أفين جمعة منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة. 71 عام مر على توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضم 30 مادة تضمن الحقوق الأساسية للمحافظة على الإنسان وكرامته. رغم مرور هذه السنوات على توقيع هذا الإعلان، إلا أن حقوق الإنسان لا زالت تنتهك وعلى نطاق واسع ومنظم. نحتاج إلى التكاتف ومعرفة حقوقنا حتى نتمكن من الدفاع عن حقوق الآخرين، وكي نتمكن من دعوة كافة النشطاء الحقوقيين للتكاتف من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. وهذا ما نحتاجه، خاصة الدعم من فئة الشباب الذين هم الأكثر فاعلية والأكثر حاجة للتعرف بحقوقهم كي يدافعوا عن حقوقهم وعن حقوق الآخر. خالدة عيسى، عضو في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة. رغم المواثيق والعهود الدولية والمنظمات الحقوقية التي تنادي بحقوق المرأة وتساند المرأة، إلا أن هذه المواثيق ما زالت حبرا على الورق، وذلك من خلال الانتهاكات والجرائم البشعة التي تحدث بحق المرأة في شمال وشرق سوريا. فإلا أن هذه المنظمات ما زالت حبرا على الورق. فالجريمة البشعة التي قام بها الفصائل المسلحة التابعة للدولة التركية المعروفة بالجيش الوطني السوري، الجريمة التي بحق السياسية هافرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، فإنما هو انتهاك لجميع النساء في العالم، وليس في شمال شرق سوريا فقط، وإنما بحق جميع النساء. وهذه السياسية التي كانت تنادي بالحوار السوري لإنهاء الأزمة السورية، وأيضا كانت تحاول زرع المحبة والتسامح بين جميع مكونات المكون السوري. ونحن كنساء في شمال وشرق سوريا نرفع أصواتنا عاليا ليسمعنا العالم أجمع بأننا سنحافظ على كرامتنا وعلى أرضنا، ونقول للعدوان التركي بأننا يدا واحدة وندعو إلى حوار سوري بناء يضمن لجميع النساء في سوريا ولجميع المواطنين حقوقهم.